مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. ما توقفش رحلتك علشان حد مش جاهز يمشي معاك. في ناس وجودهم في حياتنا زي الركاب اللي طلعوا محطة القطر واقفين جنبك، لكن مش عارف هينزل معاك ولا هيقلب عليك ولا ناوي ينط من أول مطب. ومع كده انت واقف مش مكمل عشان خايف تمشي وتسيبه. مفيش قطر بيمشي على مزاج راكب واحد، ومفيش حلم بيتحقق وانت مأجل كل خطوة علشان حد مش عارف هو عايز يكمل معاك ولا لا. المتردد ما يستاهلش وقتك، واللي معطل مش دايما ضحية، ساعات بيكون عائق، وكل ما تسأله هنكمل يسكت ويأخرك أكتر. أوقات بتكون ماشي في طريقك، عندك حلم، عندك طموح، عارف انت رايح فين، وفجأة تلاقي نفسك بتبطأ، بتأجل وبتوقف كل حاجة، مش علشان تعب أو ظروف، لا، علشان حد واقف مش بيقولك ولا سايبك في النص كل شوية يقولك استنى وأنا جاي ومحتاج وقت. ومع كده ما بيعملش أي خطوة تثبت إنه ناوي يكمل. كل مرة تقول هو يمكن محتاج فرصة، يمكن مشغول، يمكن خايف، وتفضل تدي أعذار. بس في الحقيقة أنت اللي بتتأخر وهو اللي واقف في نفس مكانه. ما تخليش صوتك الداخلي يسكت، ما تسكتش حلمك علشان صوت خارجي بيقولك استنى، وانت جواك صريخ بيقولك يلا نبدأ. كل تأجيل هو خصم من عمرك مش من عمره، وكل مرة تقوله هستنى شوية في سنة بتضيع من طاقتك وتركيزك وخطواتك. افصل بين قلبك وعقلك وخد قرار يحررك، مش تكتفي بانك واقف مكانك. ما تركبش القطر، القطر هيجري وهيفوتك، واللي مش جاهز يكمل ما ينفعش يكون سبب توقفك. قولولي، هل علقتم قراراتكم وأحلامكم وخطواتكم علشان حد وكان واقف يقول أنا محتاج وقت، ومشيتوا وقررتوا تمشوا حتى لو لوحدكم؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، بس ما تخليش قلبك يتحول لمحطة انتظار مفتوحة. اللي مش ناوي يركب ما تعطلش رحلتك عشانه، واللي واقف يتفرج على قطارك ما يستاهلش يسوقوا معاك. كل خطوة بتأجلها علشان حد مش جاهز في خصم من عمرك مش من وقته. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. استنونا في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم حبة طبطبة.